قالت الزلزال باللي غيضرب المغرب، فعلا ضرب. تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع والخوف. قالت باللي غيضرب تركيا، فعلا ضرب. زلزال قوي بيضرب بعض الدول العربية وبيؤدي للأسف الشديد إلى سقوط ضحايا ما بين قتلى وجرحى ومفقودين مع حصول أضرار مادية جسيمة، وبتحصل تداعيات هذا الزلزال إلى حدود سوريا وتركيا. توقعت باللي فريق عربي غيوصل نصف النهاية من المونديال، وفعلا وصل. في دولة عربية بتوصل إلى نصف النهائي في المونديال كأس العالم 2022 بقطر. وكيفاش بلا الفضيحة ديالها فاش لقاو شاد الشيك فيه أكثر من 150,000 دولار. آخر همي أنا فيلم الحلقة. إذا ما بتشيله شيلو ما خصك وما دخلك ومين اللي أعطاك تشيك، أنا بدي أعرف. واش هادشي كيخلصوا شي ناس باش تخلعنا؟ هادشي اللي غنعرفوا اليوم. وشكون هما هاد الناس وعلاش باغيين يغرقوا المغرب بالتسونامي والكوارث؟ كيفاش القضية؟ شي حوايج خاصكم تفهموا اليوم. خوت، غبرنا عليكم واحد المدة تقريبا 12 يوم. كيف كتعرفوا الخوت، قدر الله وما شاء فعل. الله يرحم كاع الناس اللي ماتوا، الله يصبر العائلات ديالهم، وشكرا من القلب لكاع الناس اللي عاونوا، اللي ساهموا ولو غير بالقليل. المهم داروا يديهم وخارطوا في الحمله اللي كانت في السيمانه هذه، قدموا شي حوايج وقطعوها من ديالهم وعطاو لهذوك الناس. ربي راه تيجازي كل واحد الخوت. الحمد لله هذا القدر ديال الله سبحانه وتعالى. الله يرحم كاع الناس اللي ماتوا والله يصبر الاهل ديالهم. تعازينا الحاره لهذوك الناس الخوت اللي من اطيب خلق الله، وكلمه الحمد لله ما كتفارقش لساني. والحمد لله الخوت على كل حال. هاد السيده اللي كتشوف مستحيل تكون ما شفتيهاش. فاش ضرب زلزال المغرب بدات تشهر كثر وكثر. الناس في الاول ما تعقوش بها، وكاع داكشي اللي كانت كتقول ما كان كيدخل لا من هنا ولا من، ولكن مني قلبنا عليها لقينا هاد السيده هادي اللي قالتها كتوقع. ماشي كلشي، ولكن البعض من هذاك الشيء اللي كتقول. من مورا داك الشيء اللي قالته تحقق. بزاف ديال الناس ناضوا قالوا هاد خطنا خاصها المحاسبه، خاصها الحبس، وخاصنا نعرفوا منين كتجيب المصدر ديال هاد الهضره اللي تقول. هاد السيده هادي كانت كتبيع وكتشري في كاسير، حتى واحد ما كان كيعرفها ولا كيعرف عليها شي حاجه. شويه خبرات واحد المده، فين مشات فين كانت هذيك المده حتى واحد ما عرف. شويه ولات كتبان مره في البلاصه فين كانت عايشه. الناس اللي قراب ليها ولاو تيشوفوا عليها شي حوايج ماشي هما. ولات كتحاول تبين الناس اللي هي عندها واحد القدرات، كتقدر تشوف شي حوايج، توقع شي حوايج. هنا بدات تتشهر كثر وكثر. ما كاملاش بزاف ديال الوقت حتى ولينا كنشوفوها في برامج، تستقبلوها في قنوات. شنو هي الميزه ديالها؟ واش داخله بقرايتها ولا شنو الدور ديالها بالضبط؟ هادشي اللي ما كانوش عارفينه بزاف. كيفاش حتى دخلات وصلت لهادشي، ولا تدخل تشد الكرسي تتقابل مع الصحافه، ما كتدخلش بوحدها في كل بلاطو كتشيليه. كل قناه كيصادفوها كتمشي كدي معها واحد الوراق. ديك الوراقه قايده فيها كاع داكشي ديال مني تيسولوها تبدا تعرض عليهم هذوك التوقعات ديال غيطرا هنا غيطرا هنا غيطرا. الاخصائيين والناس العلماء اللي كيقدروا يحلوا ويدرسوا الحركه والطريقه باش كيدوي اي انسان، ويعرفوا غير من الطريقه باش كيدوي والهضره اللي تيقول واش داكشي اللي مكتوب في ديك الورقه ديالها هي ومتاكده من هذاك الشيء اللي كتقول ولا كاينه شي حاجه تما. كاع الاخصائيين والناس اللي درسوا الطريقه باش كدوي كيفاش كتشد ديك الورقه قدامه وتبدا تعاود في دوك التوقعات، قالوا باللي الحركه ديالها وطريقه باش كتقرا بان هذيك الورقه ماشي هي اللي توقعاتي شنو غيكون فيها، ومحال واش هي اللي كاتباها. كاع ختنا تدوي وكتبان بحال كتهجى، وغير من الهضره ديالها وهي كتقرا كتبان باللي هذاك الشيء محال واش هي كاتباه، وباللي غير شي جهه اللي مصيفطه لها هذاك الشيء كتقول لها خرجي قولي للناس وعاودي لي. مورا الزلزال ديال تركيا وديال المغرب زادت شهرات كثر ختنا. او يمكنش تقول لي انا واحد غيقول لك باللي راه غطرا واحد القضيه وغطرا. الغيب كلنا متفقين اللي كيعلمو غير الله سبحانه وتعالى. فشنو الدور شنو الهدف اللي باغيين يوصلوا ليه خوتنا عن طريقه ختنا، بالخصوص ان القضيه اللي تاكد باللي ختنا هذه ماشي هي اللي كتجيب هذيك الهضره من راسها، ودوك التوقعات ماشي هي اللي كتكتبها. فالاغلبيه ديالهم
تيوصلوها من شي جهه. واحد النهار كانت جالسه فيه كالعاده اونفاس مع واحد الصحافي كانت عنده واحد الجرأه قدر يحرجها وسط من الجمهور ووسط من الحلقه، وغيجبد لها لافير ديال واحد الشيك اللي كانت فيه اكثر من 150,000 دولار. هادشي هذا كانوا مصيفطينو ليها من فرنسا في السميه ديالها. فكيفاش وعلاش وصل ليها شنو الغرض منه؟ هادشي اللي خلى اكثر من واحد علامه استفهام. حتى لهنا حنا متفقين هاد ختنا هادي تصيفط لها شي جهه الاسئله دوك التوقعات وكذا واش غيطرا وهي كتخرج كتقول للناس وكتوصلهم الطريقه ديالها. شنو الهدف من هادشي؟ وهاد خوتنا اشنو باغيين يوصلوا لينا من الاخر؟ فهاد ختنا هادي من بزاف ديال التوقعات كيصدق عليها واحد ولا جوج من بزاف ديال التوقعات، يعني القضيه قمار سطيح. اما هاد خوتنا هادو عندهم هدف واحد هو اللي باغيين يوصلوا ليه وكيخدموا عليه من بزاف ديال الجوايع، تيستعملوا بزاف ديال الطرق باش يوصلوا لحاجه واحده. كيف كتعرفوا الخوت وكنعرفوا كاملين اي واحد تيمشي في هاد الطريق هادي تيدخل لهادشي هذا تيكون باع راسو للشيطان. وهذا الاسلوب هذا اللي تيديروه استعملوا الشيطان بشحال. الغرض من هادشي الخوت حاجه واحده، يدخلوا لك الشك، خليوك موسوس ولا نعاس وخايف، يدخلوا لك الشك في المعتقدات ديالك في الدين ديالك، خليوك ما تبقاش واقف على الصح ويبداو يدخلوا لك شي وساويس اللي كيلعبوا عليها هما باغيين يوصلوك ليه. فاللي ايمانه ضعيف دغيا تيتهز، اللي تيصدق بحال هاد الناس هادو كيكون ارتكب غلط كبير. اما اللي واقف على الصح بالخصوص في هاد الزمان هذا فراه ما كيأثروش عليه بحال هاد النوع، تيكون ذكي كيعرف الهدف ديالو من الاول ولاش باغيين يوصلوا. في المقطع اللي نيت قالت فيه باللي الزلزال غيضرب المغرب تخدات غير واحد البارتيه من داك الفيديو، كانت لقطه تفرقعات دات بوم في السوشيال ميديا، ولكن ما تخداتش اللقطه كامله وما كملش فيها الفيديو حتى الاخر. هي راه معروفه القناه ديالها في يوتيوب، اي واحد غيقلب على داك الفيديو غيعرف بلي هاد ختنا هادي كتقمر وداك الشيء اللي تتقول منه والو. فكنا كنعرفوا باللي كاينين الناس كيخدموا في الخفاء كيطوروا كيبحثوا على اساليب باش يوصلوا لواحد الهدف، كل مره تيخرجوا لك بحاجه جديده، ولكن راه ماشي حتى لهاديك الدرجه اللي كيخليوك تصور. كل مره كيحلوا لك الباب ديال شي طريق ويخليوك تابع شويه يدوزوا لك لطريق اخرى، ولكن الهدف ديالهم واضح وباين، كلشي كيعرفوا اسلوب ديال الشيطان. ورا الزلزال الخوت بزاف ديال الناس صيفطوا لي ميساجات، بزاف ديال الناس كانوا مخلوعين، بزاف ديال الناس باقيين مخلوعين لحد الان. واش بصح داكشي اللي كتقول ختنا؟ واش حتى التسونامي غيضرب؟ كاين اللي وجد شومبرير، كاين اللي وجد لبسه ديال البحر، كل واش وجدوا موج ديال البحر. فراه هذا هو الهدف من هذا الروينه وهذا الفيلم كامل اللي داير على هاد ختنا، يدخلوا لك الشك، خليوك مرعوب، خليوك خايف تبع الاوامر كيف ما باغينهم. حنا الخوت في واحد العصر اللي شبعان فيه الحل الوحيد هو ترجع طريق صحيح، تمشي في هذاك الشيء اللي امر به الله سبحانه وتعالى والرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم. اما المشتتات اللي تيديو كلمات خوتنا هادو راه ما منهم حتى شي حاجه، كلشي بيد الله في جميع الاحوال، كل من عليها فان، كل واحد وغتختلف الاسباب ديالو الطريقه كيفاش غيموت. كاين لاش تخاف خلي الايمان ديالك قوي بكبير، وبحال هاد خوتنا هادو كاع مدي عليه. حتى هنا الخوت سالينا الفيديو ديالنا، كنعاود مره اخرى نقول ارحم كاع الناس اللي ماتوا ويصبر العائلات ديالهم. تحياتي لكم اخوتي، نشوفكم في فيديو جديد، قصه جديده ان شاء الله.